النادي الافريقي ينتصر على الملعب التونسي ويقترب خطوه نحو اللقب. شنو هو سبب الاداء الممتاز في الشوط الاول ثم الاستفاقه الرهيبه لفريق باب جديد في الشوط الثاني؟ حلقه جديده من البارتيدو نحكيو فيها على انتصار النادي الافريقي امام الملعب التونسي. حضر قهوتي كما العاده وتبعني. معكم وهبي هويسه في البارتيدو. مرحبا بكم الناس الكل. قبل ما نبداو ما تنساش الاشتراك تفعيل جرس الانتباه باش توصلكم كل حاجه جديده. تخليونا تعليقاتكم والمواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم في البارتيدو. وهذا ويكند نتناقشوا نحكيو مع بعضنا في مباراه مهمه جدا للنادي الافريقي انتصر فيها قبل الدربي الكبير امام الترجي الرياضي. النادي الافريقي اليوم شوط اول كارثي بأتم معنى الكلمه. المشكل الاكبر هو اللي الحقيقه ما ريتش برشا ناس تحكي عليها الا وهو العامل الذهني. تقريبا المونتاج في النادي الافريقي ما كانش حاضر اليوم. النادي الافريقي ما كانش في افضل احواله ذهنيا في الشوط الاول. حتى نشوفوا كور الملاعبيه تحس تسقيهم يسطعوا في بعضهم، تحس الملاعبيه ما همش عارفين يتصرفوا، تحس الملاعبيه فما ضغط اكبر منهم موجود في الميدان مكبر عليهم ومجهم عليهم المباراه. وهذه الحقيقه اللي ريناه في الشوط الاول عند اغلب الملاعبيه. كيما فما اكسيون نتاع ايمن الحرزي ما فهمتش شنو حاب يعمل ايمن الحرزي. لعب كوره لفراس شواط ما مشاتش رجعت. رينا تلخبط كبير ياسر عند ايمن الحرزي ما عرفش شنو يتصرف في الكوره. ايضا مشكل الكوره هذيك اكثر من كوره. باش نرجع نحكيو على النادي الافريقي وشنو سبب التحول الكبير في الشوط الثاني. لكن هذا التويك نعطيه حق الملعب التونسي بالرغم من الهزيمه قدم مباراه كبيره ياسر، خلق فرص عديده ياسر. فما اول كوره في الشوط الاول، اول كوره لنداي اللي ضيع فرصه الحقيقه ما تضيعش. نداي كان نجم يعطي اسبقيه للملعب التونسي، تاثر برشا على سير المباراه وتاثر على اداء النادي الافريقي عموما، لانه رينا بعد الكره ذيك ضاعت بطريقه غريبه. مشكل الكره نتاع نداي في الشوط الاول رينا برشا فرص من الملعب التونسي طيله 90 دقيقه. نداي اكثر ملاعب يحرك كان في هجوم الملعب التونسي، خلق الخطر. ايضا كاميرا على الكولوار اليمين جاب بعض الفرص لكن اغلب الكرات تمشي وتوفى عند امادو نداي. الحقيقه المهاجم السنغالي المباريات الاخرانيين قاعد مش يسجل في فريق الملعب التونسي، ولكن مهاجم عنده ما يقول في روحه. في بعض الاوقات عنده كثره اضاعه الفرص، لكن غير هذا نحكيو على مهاجم سجل 8 اهداف الى حد الان وكان ينجم يسجل اليوم. برشا فرص الحقيقه، برشا فرص جاوا لنداي وضاعوا. ثم حتى كرة تسلل ريناها في الشوط الثاني. ايضا ميقصيه اللي مشات مع جناب المرمى، معناها تحرك في برشا اوقات مادون داي وقلق برشا دفاع النادي الافريقي في مباراه اليوم. غير هذا ايضا تابسوبا في وسط ميدان ملعب التونسي تقريبا كلا وسط ميدان النادي الافريقي الكل، خاصه الشوط الاول. الحقيقه رينا وسط ميدان النادي الافريقي غايب تماما، مش عارف كيفاش يتحكم في المباراه. وكما قلت العامل الذهني هو السبب، والعامل الذهني هو السبب في الشوط الثاني. النادي الافريقي بوجه مغاير في الشوط الثاني من اول كوره. فما ملاعبيه لازمهم ياخذوا حقهم، والاول هو فراس شواط. فراس شواط في هجوم النادي الافريقي وفي فريق النادي الافريقي عموما ملاعبي اخر تماما، ملاعبي فارق على البقيه، ما نقص من قيمه البقيه، ما نقص من استحقاق بقيه الفريق في تقديم اداء كبير ياسر. لكن فراس شواط ملاعبي رزين على اي دفاع مهما كان. فراس شواط اكثر ملاعب يعمل عليه النادي الافريقي في بناء الهجمه، اكثر ملاعب يعمل عليه النادي الافريقي في انه باش ياخذ الكره. فراس شواط اكثر من كره ريناه يتحرك ويمشي وياخذ الكره، يقلق المدافعين رزين. حتى ريناه في كره الهدف الاول كيفاش خذاها ومش المره الاولى. فراس شواط وقت اللي النادي الافريقي ما لقاش الحلول في الشوط الاول في تطويل الكره على فراس شواط، ريناه في الشوط الثاني ما عادش يحب انه هو يمشي يسجل، لا ريناه يتحرك اكثر باش يحل لي سباس لزملائه. ريناه يميل كما كره الهدف اللي سجلوا الحقيقه وقت اللي بعد ثم أسامة الشريمي كان ينجم يسجلها خطأ مشترك من مدافع وحارس مرمى الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي. أسامة السيلي كملها وسجل هدف، ما فماش مشكل بالنسبة للنادي الافريقي. قطع الشريمي صاحب الهدف الثاني، أول من بدا وأول من كمل أسيس من فراس شواط. نرجع ونقول فراس شواط أفضل مهاجم في تونس، أفضل صفقة للنادي الافريقي على مستوى فريق كرة القدم في آخر 10 سنين. حتى إذا كان نحبوا نقارنوا موسم تتويج النادي الافريقي بالبطولة، الحقيقة فراس شواط ملاعب يفرق ياسر في فريق النادي الافريقي مش فقط في الهجوم. في حلقة حلم تتويج النادي الافريقي باللقب كنت حكيت انه فراس شواط من الملاعبيه المهمين، من الملاعبيه المفاتيح في تتويج النادي الافريقي، مش فقط بحكم تسجيل الاهداف بل لا بالشخصيه. انه تشوف ملاعب يضيع ركله جزاء في المباراه اللي تعدات
وبرشا بريسيون عليه بعد مباراة مستقبل سليمان. وتشوفوا اليوم الأداء اللي ظهر به تسأل روحك برشا تساؤلات. فراس شوار ملاعبي الحقيقة بالكامل في هجوم النادي الافريقي، ملاعبي اللي يستحق الفريق باب جديد، ملاعبي يستناه برشا جمهور النادي الافريقي، الجمهور اللي تعدوا عليه مهاجمين الحقيقة لا أراك الله مكروها. تفكروا كما ديريك ساسراكو المهاجم الفذ اللي تعدى على هجوم النادي الافريقي، اللاعب الغاني، المهاجم الذي لا يهاجم. ايضا تعداوا عليه مهاجمين يهاجموا كما باسيرو كامباوري، لاعبي كان يسجل اهداف لكن ملاعبي ومهاجم لا حول ولا قوه. وغيره من اللاعبين اللي تعداوا على هجوم النادي الافريقي اللي ما خلاو حتى اثر، ماكسيموم يسجلوا في الموسم 2 ولا 3 اهداف. عليك بالنسبه لي انا يعتبر مهاجم لا يهاجم. اما فراس شوار الملاعبي فارق برشا على بقيه. نحكيو على بقيه الملاعبيه. أسامة الشريمي مباراة كبيرة ياسر، خاصة الشوط الثاني سبحان من غير الأحوال. أسامة الشريمي في الشوط الأول ملاعبي كارثي، ملاعبي لا حول ولا قوة، ملاعبي غايب تماما على وسط ميدان النادي الإفريقي. نعاودها ونقولها، تبسوبا وزيدوا عليه أمات نداو كلاو وسط ميدان النادي الإفريقي تماما. زوز ملاعبية يعرفوا يتحكموا بالكرة، زوز ملاعبية مخاخهم في الميدان. عليك وسط ميدان الملعب التونسي يفرق. نزيدك زيادة، ما عنديش الإحصائية متاع نسبة استحواذ الكرة ولكن النسبة عالية، ونتصور أقل حاجة فما 60% الفريق الملعب التونسي. بالرغم من ذاك الملعب التونسي سيطر وضغط وخلق الفرص وكان أفضل من النادي الإفريقي على طيلة 90 دقيقة، مش فقط حتى في الشوط الأول، لا على طيلة 90 دقيقة النادي الإفريقي كان أفضل. أنه حسم أول جزء فرص تقريبا جاوه في المباراة وسجل منهم أهداف. لكن كي نحكيو على المباراة 90 دقيقة ملعب التونسي أفضل، لكن الكرة عبرة بالخواتيم كما يقول عصام الشوالي. النادي الافريقي عرف كيفاش يقتل المباراة. كما حكيت على فراس شوار نحكي على أسامة الشريمي واللي هو بديت به حديثي. أسامة الشريمي ملاعبي يفرق برشا. أسامة الشريمي لعب الرول اللي يستناه برشا النادي الافريقي منه، رول مشابه برشا اللي كان يعمل فيه في فريق السواحلي الليبي. الناس كلها تفرجنا في فيديوهات أسامة الشريمي وقت اللي كان يلعب في ليبيا في برشا أوقات يعطي زيادة عددية في الهجوم، تلقاه في الكونتر. أسامة الشريمي من الملاعبية اللي ما يحسبوش في الفور، ملاعب يعطيك 90 دقيقة وأكثر ويكمل لك وما يقلقوش، وهذا كان ظاهر وريناه في برشا أوقات. عنده كوارث هذا صحيح. مشكلة أسامة الشريمي مش الملاعبي اللي يعطيك الكرة القدام، مش ملاعب اللي يوصل الكرة للهجوم، لكنه ملاعب يعطيك الكيليبر، ملاعب يدخل في أي ديال وما يخافش، ملاعبي محاسبي في الكرة ومرامدي كما نقولوها. مش الملاعب الرول اللي كان يستنى فيه النادي الافريقي انه يهز النادي الافريقي من بلاصه لبلاصه. على العكس سيدو خان ملاعب يحلك لي سباس، يعطيك دي شوغه باش انك تمشي بيهم وتلعب وتقدم الكره قدام. سيدو خان في الشوط الثاني تحكم برشا في وسط ميدان النادي الافريقي. عليك قلت سبحان مغير الاحوال، من هز فريق وجاب فريق اخر النادي الافريقي في الشوط الثاني. ايضا لازم نعطيه استحقاق أسامة السيري اللي كان حاضر وكمل الكرة اللي لعبها فراس شوار. أيضا بلال أيت مالك البرياسيست، أسامة الشريمي كما ما سميته، خاصة في الهدف الثاني الضغط. عليك قلت ينجم يدخل في أي ديال ما يقلقوش، يضغط ويمشي ما يحسبش في الليفور وكملها، بداها هو وكملها وسجل الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث. لحسب رايي المتواضع ما فماش مخالفه على سيدو خان في الكره ذيك، لعب الكره لكن الحكم راه كره اخرى. ما نحبش ندخل برشا في التحكيم، هو راي وعطيته نكملوا. بخلاف هذا النادي الافريقي عنده حارس كبير ياسر اسمه مهيب الشامخ. مهيب الشامخ حارس استناه برشا النادي الافريقي. مهيب الشامخ اليوم احد ابرز العناصر. اذا كان باش نحكيو على نوت، احسن نوت يا اخوها مهيب الشامخ، لانه تصدى لبرشا كرات. مهيب الشامخ خلى النادي الافريقي شامخ، خلى الافريقي فايق، خلى الافريقي ما يخسرش اي كره بسهوله، خلى الافريقي حاضر ويكمل للاخر. الناس الكل تحكي على فراس شوار وتحكي على أسامة الشريمي والمردود الكبير، لكن مهيب الشامخ اليوم كان حاضر وكان فارق برشا. الخطأ متاعه امام مستقبل سليمان صلح. هذا ما معنى لاعب كبير في فريق كبير يغلط في مباراة مباشرة يصلح المباراة اللي بعدها، كموش في نفس المباراة يقوم بإصلاح الخطأ متاعه. هذا اللي فرق عند مهيب الشامخ وفراس شوار، وهذا اللي فرق عند زوز من أهم الملاعبية كما همش أهم ملاعبية في فريق النادي الافريقي في الموسم الحالي، مهيب الشامخ فراس شوار. هذا ما يعني تقوم بانتدابات يعطيوا الإضافة، انتدابات تعطي حاجة أخرى للفريق،
عكس اللي كانت موجودة، عكس اللي كان قبل. النادي الافريقي في الموسم اللي تعدى ما لقاش مهاجم، النادي الافريقي بزوز مهاجمين الموسم اللي تعدى ما فما حتى مهاجم عمل الربع اللي عملوا في الموسم هذايا في راس شوال، سواء حمدي العبيدي ولا حتى جول ارمانكو، زوز مهاجمين كانوا خارج الخدمه وخارج التغطيه. النادي الافريقي على فكره اكثر فرص في الموسم اللي تعدى يخلق، اكثر هجوم يلعب، افضل برشا على مستوى صناعه وخلق الفرص، لكن على مستوى الشخصيه الفريق فارق برشا في الموسم هذا. فوزي البنزرتي هو الكابتن، فوزي البنزرتي هو الرئيس في النادي الافريقي، رئيس على مستوى الميدان، هو اللي يتحكم في الفريق، هو اللي يعطى شخصيه، هو اللي يغير النادي الافريقي تماما. الحقيقه النادي الافريقي مع فوزي البنزرتي مغاير. عنوان الحلقه وكما ما قلت سي السيد في راس شوال، لكن سي السيد الاصلي في النادي الافريقي هو فوزي البنزرتي. مازال ما تحسمش شيء، مازال برشا لاعب قبل زوج جولات من النهاية بالنسبة للنادي الافريقي. المباراة الترجي غدوة امام شبيبة العمران باش نستناو شنو هي النتيجة نتاعها. تعثر الترجي يعني بنسبة كبيرة ياسر النادي الافريقي حسم امر اللقب، انتصار يعني باش تكون جمعة نارية ما قبل الدربي، دربي بذكرى ايام زمان وقت كانت المنافسة محتدمة. على الاقل نحكي في اخر السنين نتفكروا مباراة النادي الافريقي والترجي 2015، ايضا العام اللي تعدى ما نساوش زاد 2007 2008 2009. هذوما على الاقل اقرب بدايات نجموا نحكيو عليهم وقت المنافسه محتدمه ونراو في منافسه مشتعله لاخر الجولات. الحقيقه المستوى هذايا يخلينا نشوفوا ان الفرق تنجم تتطور، تتحسن وتحسن ما عندها وتجيب افضل ملاعبيات باش تظهر باحسن وجه وتنجم تكمل وتنافس لاخر الجولات. كان هذا معنا اليوم في حلقتنا من البارتيد، وحكينا على انتصار النادي الافريقي امام الملعب التونسي وعطينا لكل واحد حقه. حكينا على اداء كبير من الملعب التونسي، ولكن النادي الافريقي انتصر وانتصار مستحق وافضل ملاعبيه. ما تنساوش تخليونا تعليقاتكم حسب رايكم شكون افضل ملاعب في مباراه اليوم، والان النادي الافريقي يستحق الانتصار والا لا، والملعب التونسي شنو رايكم في ادائه، ايضا فوزي البنزرتي وشنو اللي صار في النادي الافريقي منذ قدومه. نزيدوا على هذا ما تنساوش زاده تشتركوا وتفعلوا جرس الانتباه باش توصل لكم كل حاجه جديده، وتخليونا تعليقاتكم. وكما العاده والعوايد غرامنا بالكوره حاجه ما تتحكيش، حاجه تتعاش.